يسعد أوقاتكم صبايا، رمضان كريم عليكم يا رب. فيديو اليوم روتين أول يوم رمضان. هذا كان اليوم امبارحة. هون من الصبح فقت تقريبا بالساعة 9 الصبح لحتى أحط اليبرق على النار، وبلشت أشر التوم. بتعرفوا اليبرق بده توم كتير. تقريبا قشرت شي راسين 3 توم. لأنه بحط شوي هيك بدقه وشوي بحطه صحيح، يعني حبة كاملة. آه، بالأول فرشت الطنجرة، حطيت كم ورقة ورق عنب هيك، يعني إنه بدون حشي. قلت مشان إنه ما تلزق اللحمة أو شي، يعني مشان يعني طبقة حماية. وبعدين حطيت اللحمة والثوم، وهلا بحط النعناع ورح احط اليبرق على نار شمعة شمعة. عن جد هذا السر بنجاح اليبرق، إنه نحطه على نار كتير كتير واطية ولساعات طويلة. يعني في عالم لسه بيحطوا اليبرق 12 ساعة على النار، أنا لا، ما بحط 12 ساعة. يعني تقريبا 7 ساعات 6 ساعات أو 8 ساعات إذا كان الورق كتير يعني نوعيته قاسية. إذا بدكم اليبرق يطلع معكم قالب، بالأول بتحطوا اليبرق هيك إشارة زائد، بعدين ضرب، بعدين هيك بتبلشوا تعبوا الفراغات كلها، يعني اللي بتطلع حواليهم شوي شوي. يعني أنا صرت باليبرقات الصغار، شوفوا عبي الفراغات الصغيرة، والكبار ارجع احط طبقة تانية، بعدين تالتة رابعة، وبكبسهم، بحط وبكبس وبعبي الفراغات وبرجع بكبس، يعني وحدة وحدة. وكمان قلت لكم السر التاني انه تكون على نار شمعة، يعني هيك اليبرق ببلش يستوي بدون ما يشقشق ويطلع الرز من قلبه، ببلش يستوي على مهله مثل كأنه على البخار. عن جد على نار هادية اليبرق بينجح نجاح كتير كتير، بيطلع طيب وناجح وبدون ما يرزرز. هلا هون حطيت له تقلة كمان، كتير ضروري نكبسهم منيح، ونقول بسم الله ونشغل النار. هلا رح بلش اعمل معروك. هي اول يوم رمضان وحابه هيك اعمل اول يوم معروك. رح ساويه بالشوكولا، احشيه بالشوكولا. هلا من قبل نزلته على القناه. هون هي المكونات، هو كتير سهل وبسيط. هون عنا 4 كاسات طحين، وأربع معالق حليب بودرة، معالق كبيرة أو فيكم تحطوا معلقتين، معلش بكفي. وهون عندي البهارات: معلقة ينسون، معلقة صغيرة محلب، معلقة بيكنج باودر، ومعلقة فانيلا، ونص معلقة صغيرة ملح. وهون عنا معلقتين كبار، أنا حطيت زبدة وسمنة، فيكم تحطوا يا هيك يا هيك. ونص كاسة سكر، ومعلقة كبيرة خميرة. وهون عندي كاسة ونص حليب، بس أبدا مو شرط حليب، يعني بصير كاسة ونص مي بس تكون دافية، يعني إن كان حليب أو مي يكونوا دافيين. هلأ رح أحط عليهم معلقة الخميرة، وبحط معهم معلقة سكر باخدها من هي من نص كاسة من العيار يعني، وبحركهم كتير منيح لحتى تدوب الخميرة على الأخير. هون دوبت الخميرة، ورح اغطيها وحطها على طرف شي هيك تبلش تطلع على وشها الرغوة، وبعدين رح نبلش بالمواد الناشفة. هلا هون عندي 4 كاسات طحين انا نخلتهم، و4 معالق كبار حليب بودرة. نحط البهارات، نخلطهم مع بعض هيك على الناشف، ورح احط معهم كمان السكر. معلقتين زيت مع معلقتين السمنة او الزبدة. السمنة بحرارة المطبخ، خليها طالعوها قبل بوقت، او الزبدة بحرارة المطبخ عشان ما تعذبوا. هلا بعد ما فركت الطحين مع الدسم، هي الرغوة عندي، شوفوا بلش يطلع لها رغوة هي الخميرة بلش يطلع لها رغوة. رح نبلش بالعجن. بسم الله الرحمن الرحيم. المعروك كل ما عجنتوه اكتر بيطلع انجح. هو اسمه معروك، يعني بدكم تعركوه عرك، بده عجن، عجنوا قد ما بتقدروا. حتى بدي اختي تعرفوا عربي. ركع. هي بتسمعنا، فكرتك انت من طول. لا ليش اكتم؟
هلا انا هون عم صور فيديو وعم احكي مع اخواتي على الفيديو، لا هن معي على الواتساب يعني. هلا بنضل بنعجن يعني بده عجن مزبوط يعني، لانه فيه، لا تنسوا انه فيه نص كاسة سكر خشن كمان لبين ما يدوب السكر. هلا ما حطيتها كلها. ما تتأيدوا انه يكون حليب، تقدروا بالمي مو شرط بالحليب يعني. انا بالعاده بسويه بالمي. ايه. هلا انت حطيتي، انا بعرف كنا نحط معلقتين سكر وظرف خميره ونكتر مي ما. ايه هيك عم بقول لك، كاسه ونص مي او حليب بتحطي فيها معلقه خميره ومعلقه سكر، بتحركيهم وبتغطيهم على طرف لحتى يختمروا ويطلع رغوه. وما بترجعي بتحطي حليب بودره فيه؟ لا كان حليب بودرة على الناشف مع الطحين مع المواد الجافة بتحط حليب بودرة بده. لو حطيتي حليب سائل يعني، او فيكي خلص بس تحطي حليب بودرة، ما ضروري تستعملي سائل يعني. حطي مي مو حليب. انا حطيت حليب، عندي حليب بس من قبل عملته كنا كتير. نحط شوية مي، حطيتي كاسة مي؟ مو شوية مي، لا بتحطي يعني كاسة ونص مي، لانه عندك 4 كاسات طحين وما في بيض وما في شي سائل يعني، بدها مي. ومعلقة محلب ومعلقة ينسون وحليب ورشة ملح ما؟ ايه، وبيكنج باودر كمان حطيت وفانيلا. وفانيلا وبيكنج باودر ما؟ ايه، ومعلقتين زيت ومعلقتين زبدة. شقد؟ معلقتين زيت ومعلقتين زبدة. الزبدة بتذوبيها ولا لا؟ لا، بحرارة المطبخ هيك يعني، بإيدك بتدوب مع تخلطيها خلط مع الطحين يعني، تفركيها مع الطحين ما بتذوبيها. إيه هلا طالعيها، قومي طالعيها، بس ما بصير تذوبيها وتستعمليها هيك تقعد تحمى. او اذا كتير جمدانه بتذوبيها هيك شوي، بتضلي عم تحركيها يعني انت عم تذوبيها انه ما تحمى، بس تذوب ما تحمى. بيصير اذا كتير جمدانه، مع انه ما في داعي، مو هي معلقتين يعني بحراره ايدك بتذوب. هاي المعروك خلصت عجنته وغطيته كتير منيح وحطيته بمكان دافي. شغلت الفرن هيك شغلت 5 دقايق وطفيته، وبعدين حطيته بقلب الفرن. ريحة اليبرق بتشق الراس، عن جد ريحة اليبرق كتير حلوة. هلا رح احضر تمر الهندي. كتير بحب المعروك مع التمر الهندي. هلا غير شكل هيك بعد الافطار قطعة معروك مع كاسة تمر هندي باردة، يا سلام. هلا سخنت المي يعني قبل ما تغلي، ما تركتها تغلي كتير بس تسخن. صفيت عليها ورح احط التمر الهندي. براك كنت ناوية اسوي سمبوسك، بس قلت هالمرة رح اعمل براك هن مثل السمبوسك. هون عندي جبنة، خلطت 3 انواع مع بعض، جبنة اشقوان وجبنة كعاب هيك فردتها فرد، وجبنة دهن معلقتين 3 وخلطتهم مع بعض، لانه يعني عم بلاحظ الميكس عم بيطلع اطيب ما انه نوع واحد. وعندي كمان هي الحشوة، هي من قبل موجودة بالفريزر، لحمة وبصل وجوز. هي وقت اللي عملت شيش برك وقتها. هلا جهزت هذا الخليط اللاصق، طحين مع مي عشان نلزق فيها الاطراف. في هي العجينة الرقائق جاهزة، اوقات بعمل فيهم الاوزي او كمان هيك لحمة جبنة. هلا رح بلش اعمل البرك، عن جد كتير سهلين. صبايا طبعا ايدي نضاف، ايدي دائما بالجلي وبالشغل وبالمطبخ يعني ايدينا بيضلوا نضاف. لقيت الشغل اسرع ما انه البس كفوف او استعمل الفرشاي لحتى ادهن الخليط. عن جد هي الطريقة كتير اسهل. باصابعنا ندهن الاطراف ونحشي ونلزق، وطول ما عم ارجع بدهن لها طحين يعني هيك. ما بيطلع حشوة على القلي ابدا. هلا خلصت، ما اكلوا معي وقت ابدا، بالاخص انه العجينه جاهزه والحشوات جاهزات من قبل عندي.
هلا عملت صينيتين، وحده لحمه وحده جبنه، حطيتهم كل واحد بصينيه مشان ما يخلطوا سوا، ورح شيل علبه مشان اقليها على فطور بكره ان شاء الله، والباقي رح اقليهم اليوم. يعني رح غطي العلبه وحطها بالبراد عادي، بكره رح اقليها على الفطور. وهون عندي عجينه المعروك، شوفوا ما شاء الله كيف اختمرت ونفشت وما احلاها صارت. هي العجينة ناجحة 100%، وطيبة لدرجة كتير كتير طيبة. هلأ رح ساوي قرص معروك بس على شكل هلال. جبت صينية وحطيت ورق زبدة، فينا نحط رشة طحين إذا ما عنا ورق زبدة، وصحن مدور. وهلأ رح بلش شكل المعروك حوالين الصحن لحتى يطلع معي شكل الهلال. هلأ بنحط رشة طحين ومنرق شوي، ما ترققوها كتير ولا تسمكوها كتير، يعني وسط بهي السماكة. ورح بلش اقطعهم لدوائر صغيرة لحتى احشيهم شوكولا. رح احشيهم كلهم بالشوكولا اليوم. بالعادة هيك بحب شكل، بس كل ما بشكل يعني اول شي بيركضوا على الشوكولا، مشان هيك قلت رح ساويه كله بالشوكولا. شوفوا طريقة الحشي كتير سهلة وبسيطة. بناخد كل دائرة بنحط فيها تقريبا معلقة صغيرة لنص معلقة شوكولا. كمان ما تكتروا كتير كتير مشان ما تطلع الشوكولا كتير من قلبها وتنتزع. هلا انا عن جد صارت يعني كتير مناسبة الشوكولا، لا كتيرة ولا قليلة، كتير منيحة. يعني بتلاقوا قلبها كله محشي وما كتير طلعت لبرا. يعني صرت احط بقلب كل دائرة تقريبا نص معلقة صغيرة شوكولا، وبسكرهم هيك، بسكر عليها كتير منيح، وبعدين بكورهم بايدي وبصفهم بالصينية. هلا بالصف شوفوا ما كتير تلزقوهم بلزق بعض وما كتير تبعدون عن بعض، يعني هيك شي بسيط. هلا حطيت السكر، صار له التمر منقوع بالمي تقريبا ساعتين، وبنقدر من الصبح نحطه، كان احسن لو من الصبح. حطيت كاسة سكر ورح احط ماء الورد. هلا رح احطهم بالبراد لبين ما يأذن المغرب. انا بحب برمضان كل يوم كل يوم يكون في تمر هندي. هون المعروك اختمر عندي وريحته منيح، طبعا مع غطا كنت مغطيته شي ربع ساعة 3 ساعة. ضروري كتير انه نريحه، يعني ما بيصير هيك تشكلوهم وتدخلوهم الفرن ابدا، لازم ينفشوا ويرتاحوا على القليلة ربع ساعة. بعدين صرت ادهنهم بالحليب مع ربع معلقة نسكافيه لحتى هيك بيعطي لون. واذا ما في حليب فيكن تخفقوا بيضة، تحطوا لها شوية فانيلا وتخفقوها وتدهنوا فيها. وبعدين لتيتهم كلهم بالسمسم بأصابيعي هيك مشان اعطيهم شوية تكبيسة للسمسم مشان يلزق فيهم، يعني ما يهر فورا. وهلا هون بشلت الصحن وصار عنا شكل هلال. هلا هون قريب الأذان بلشت اقلي البرك. وطلعت المعروك من الفرن ودهنت وشه بالقطر، ما صورت لكم انا وعم ادهنه. وبعدين نقلته على صحن. شوفوا شكله كتير حلو، كتير طري وهش. واستوى اليبرق، فضيت المي عنه وبعدين قلبته على صحن وتركته هيك مقلوب شي 5 دقايق. وشوفوا كيف وقت رفعت الطنجرة طلع قالب، دائما هيك بيطلع معي قالب. وهلأ عم شيل طبقة الورق العنب اللي حطيتها مشان تحميلي اللحمة ما تحترق.
يعني صار يبرق خرافي من كتر مو طيب. كتير كتير ناجح، مستوي بطريقة كتير حلوة على نار هادية، وحمضه وملحه كل شي فيه راكز. لسه ما قدام. ما شاء الله عليه، عن جد اليوم صام، ما توقعته يكمل. ما شاء الله. قول بسم الله. يلا ماما اشربوا، سموه بالله، وكيلو تمر. صبوا لي مي. شلون حزوز، شلون المي حسيت فيها عم تمشي هون. شطور، برافو عليك، ما شاء الله عليك. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت، ذهب الظمأ. عن جد اليبرق بجنن. شلون اليبرق؟ ممتاز بجنن. الله يسلمك. هون الحمد لله شبعنا، الله يديم علينا النعمة ويحفظها من الزوال. وتحلينا بقطعة معروك، وبعدين فورا رحنا توضينا وصلينا المغرب. وهلأ بعد الصلاة رح نشرب كاسة شاي. بصراحة ما دقرت المطبخ أبدا، كنت كتير كتير تعبانة. ما حدا يغشها وما حدا يلمسهم. من أصغر من أكبر. أصغر أكبر. يلا اسحب. إيه أنا بالنص أكيد. أنا يلا خد وحدة. سيدرا. حلا. استنى ما تعرف. خليه يفتحها، اتركيه. يلا حلا. هاي لحظة قبل ما تاكلوهم قروا الورقة، لأنه بجوز ما تقدروا تاكلوهم. شو المكتوب؟ شو مكتوب؟ ارسم رسمة رمضانية. يلا هلا رح ترسم رسمة. في على نص التليفون. ايش طلع؟ أنا يلا سيدرا طلع لها واحدة ثانية. هدية ثانية. أحلى شيء. شو؟ اقراها. خذ مال من والدك. خذي مصاري من بابا. حلا هي أتقل شيء طلعت لك إليك. هي الصورة الثانية. يلا ورجيني.
الكلاب. حطيها هون ان نشوف. شاء الله ان شاء الله شويه. بدك تقري سورة الفاتحة 10 مرات. صارت 10 ايه 10. انت رسام اوه انا ما حددت شقد، فيك تعطيها منى. خلي اعطي طلع لك جاتوي انتي وجاتوي هو. وهاي لمين؟ لانه صعب. يا روح صمت. ما حدا طلع خسران اليوم. كلهم كلنا ربحوا. ربحانين. هاي لانه اول يوم صوم. حلوة؟ وهلا رح يبلشوا يلونوا نجومهم، ومثل ما شفتوا كيف هيك رجعت لنا الطاقة والنشاط بعد ما أكلنا. سبحان الله كلياتنا يعني بعد ما أكلنا بتحسوا يعني صوتنا صار غير. هيك صار طاقة ونشاط وخلص صحصحنا. بس شغلت يعني 10 دقايق بلش وجع الراس وبلش التعب. أنا كتير انخبطت. عن جد أول يوم كان كتير صعب، كتير انخبطت وتعبت، ما بعرف شو صلي. بالأخص بعد الأكل، يعني بعد الأكل بتقريبا 10 دقايق ربع ساعة يمكن الأغلب هيك صار فيه. حتى مسكني وجع راس مو طبيعي. ما قدرت أعمل شي. يعني بتصدقوا هاي الطاولة يمكن للساعة 10 تقريبا لحتى قمت إجلي. ما قدرت أبدا، كان كتير صعب. وكمان كان المفروض فورا بعد ما أشبع بلش بالجلي فورا. أنا عرفت هيك رح يصير فيني، بس خلصنا أكل ورحنا قعدنا وريحنا أو بلشنا نشرب شاي ولسه ما بلشنا بالجلي. راح الجلي للآخر المساء يعني. مشان هيك قمت هلأ، يعني قمت وغصب عني ما في نشاط لسه، هيك تعبانة ومخبوطة، بس بدي خلص إجباري. يعني إذا أنا ما عملت تومي رح يساوي. طبقت كل شي وفضيت كل شي وبعدين بلشت بالجلي. هلأ ما في عندي كتير جلي، يعني بس الأغراض اللي استعملناهم على السفرة، لأنه كنت عم أجلي أول بأول أنا وعم أطبخ. وهي طنجرة اليبرق يعني، بس هيك الباقي كنت عم أجلي أول بأول. بتعرفوا يعني الطبخ بيطلع كتير منه جلي مشان ما يتراكم علي. وهلأ هون عم في الغاز. يعني هي القصة ما كتير صعبة ها، بس الواحد يقوم يبلش يقوم بتلاقوا خلاص الشغل كله كرج، كله خلصناه اليوم بإذن الله. ناوية إنه بعد ما أفطر فورا بلش بالجلي وأعمل المطبخ. يعني ما رح أقعد أشرب شاي أو قهوة إلا لأكون خالصة. هيك أسهل وهيك بنتنشط فورا يعني. لأنه إذا قعدنا رح حتى يضل هيك في كسل ومدري كيف. عن جد كتير امبارحة كان متعب. هلأ هون خلصت المطبخ وصار غير شكل. هلأ بروح بنام. بعدين السحور ما صورت بصراحة، كنت كتير تعبانة كمان أول يوم يمكن على الكل هيك. ما صورت السحور، بس أنا يعني ما تسحرت حتى.
فقت لقيت زوجي عامل ليمون مع زنجبيل وزعتر أخضر. دائما هو بيعمل هذا المشروب كتير كتير مفيد وطيب ومحليه بالعسل يعني. فبس شربت فنجان منه ونمت وسحرت الأولاد طبعا. وهيك وصلنا لنهاية الفيديو. كمان لا تنسوني بلايك بعد كل هالتعب، فعلا تصوير كتير متعب برمضان. وسلامات.